منذ 35 عام والرقم القياسي العالمي لا يزال مسجل باسم صقور الجو العراقيين الأبطال. من يستطيع كسر هذا الرقم؟ إلى هذا اليوم لا يزال هذا الرقم صامداً. وهذه واحدة من أهم العمليات الجوية الجريئة والبطولية التي قل نظيرها في العالم، هي قيام تشكيل من سلاح الجو العراقي البطل من أبطال السرب 81، حيث كان يضم طائرات ميراج F1EQ-5 بالإغارة على أهداف بحرية في أعالي الخليج العربي ومضيق هرمز وبالقرب من جزيرة لارك الإيرانية. حيث لم يتوقع أبداً العدو أن تصل طائرات القوة الجوية العراقية إلى هذا المكان البعيد جداً، حيث تصل المسافة بحوالي 2400 كيلومتر ذهاباً وإياباً عن أقرب قاعدة جوية عراقية. ففي يوم صباح السبت الموافق 14 من مايو 1988 قام تشكيل من سلاح الجو العراقي البطل من صقور السرب 81 الأشاوس وبطائرات من طراز ميراج F1 بتشكيل من 3 طائرات هي طائرات الضربة على الرصيف النفطي لجزيرة لارك في أعالي الخليج العربي، والناقلات التي كانت تنتظر تحميلها بالنفط من جزيرة لارك النفطية إلى السفن العملاقة التي ترسو قرب مضيق هرمز. وأصيبت في هذه الغارة كل من الناقلة العملاقة سويس جاينت التي تعتبر أكبر سفينة بنيت في العالم لغاية اليوم، وقتل 16 من أفراد الطاقم، والتي غرقت بشكل كلي في اليوم التالي. وأصيبت كل من الناقلة القبرصية أركوسي والناقلة الأسبانية برشلونة التي استمرت النيران مشتعلة بها لمدة 3 أيام متتالية. وبعد 3 أيام وأثناء قطر الباخرات برشلونة بواسطة زوارق القطر إلى ميناء بندر عباس، انفجرت أحدى القنابل التي كانت ملقاة من الطائرات المغيرة، وغرق إحدى زوارق القطر وقتل 10 أشخاص، ونشب حريق في الناقلة من جديد. الجدير بالذكر بأن الناقلة العملاقة سويس جاينت التي كانت تحمل علم ليبيريا كانت كبيرة الحجم وواسعة لدرجة لا تستطيع التنقل والإبحار في قناة السويس وبحر المانش وقناة بنما، وتستغرق 5 أميال لتتوقف ببطء. كانت تزن أكثر من 657,019 طن، ويبلغ طولها 1500 قدم، وهي أكبر سفينة تم بناؤها على الإطلاق. وكانت أكبر بمرتين من السفينة العملاقة الشهيرة تايتانيك، وأكبر ب50 قدما من مبنى أمبير ستيت الشهير في نيويورك، وأكبر من حاملة الطائرات الأمريكية نيميتس، وهي مصنوعة من قبل شركة سوميتومو اليابانية الشهيرة عام 1979. It was then picked up by our great legendary ship owner here in Hong Kong, Mr. C.Y. Tung. She was known then, christened as the Seawise Giant. Great Chinese seafaring traditions continue magnificently with the 564,763-ton Seawise Giant. ومن أجل تأمين وصول طائرات الواجب الرئيسي إلى الهدف، فإن مجمل الجهد الجوي المطلوب وصل إلى 14 طائرة، 9 منها للإرضاع المتتالي، و3 طائرات لمعالجة الأهداف المقررة في الخطة، وطائرتين من أجل المخادعة لسحب أي نشاط للطيران الإيراني وتشتيت انتباهه عن تشكيل الضربة الرئيسي.
أما التشكيل الذي يتكون من 12 طائرة فسوف يواصل بأسلوب الطيران الواطئ جدا وإجراء عمليات إرضاع متتالي بالوقود بعد الإقرار على النقاط التي يجري فيها الإرضاع. كان الإرضاع الجوي الأول يجري من 6 طائرات ميراج F1 إلى ال6 الأخرى بضمنها طائرات الضربة التي ستستمر بالطيران على أن تعود الطائرات المرضعة الأولى بعد إنجاز عملية الإرضاع إلى قاعدة الشعيبة. ومن ثم تليها عملية الإرضاع الثاني من 3 طائرات مرضعة إلى طائرات الضربة الثلاث التي ستستمر نحو هدفها. اقتربت الميراج العراقية الثلاث من الميناء الإيراني، ولاحظ الطيارين هناك سفينة نفط كبيرة كانت في الرصيف الإيراني. بدأ صقور الميراج بالتسلق بعدما كانوا يطيرون بارتفاع واطئ جدا. بدأ التسلق والارتفاع مع السرعة القصوى أفتر برنر والوصول لنقطة التنفيذ. ثم إسقاط قنابلهم على الأهداف وبكل دقة، ولتكون هذه السفن جزء من أهدافهم، مخلفين وراءهم نيران كثيفة ملتهمة الرصيف والسفن المحيطة به. بعدها عاد جميع أبطال الميراج سالمين غانمين لأرض الوطن، حاملين على صدورهم أوسمة النصر والبطولة. استطاعت هذه الضربة أن تشل شريان الاقتصاد الإيراني، وجعل العالم يفكر 1000 مرة قبل إرسال سفنه النفطية هناك. وخلدت هذه العملية ليومنا هذا، والعالم بأسره شهد إغراق أكبر سفينة بنيت لغاية اليوم على يد صقور الميراج العراقيين الأبطال.